في 14 من ابريل اليوم 46 للحرب على ايران، الصين بتدخل بشكل مباشر في معركة عد الاصابع بين امريكا وايران في هدنة ال 14 يوم. ناقلة نفط صينية بتكسر الحصار الامريكي لمضيق هرمز، ووزير الدفاع الصيني يتحدى امريكا. السفن بتاعت الصين ستتحرك في مضيق هرمز داخله وخارجه. لدينا اتفاقيات مع ايران يجب ان تحترم. رئيس الصين: لن نسمح بقانون الغابة. ورئيسة وزراء ايطاليا في مشهد دراماتيكي تنقلب على التحالف مع ترامب ونتنياهو وتعلن ايقاف التعاون العسكري الايطالي مع الكيان، وتهاجم الرئيس الامريكي بسبب بابا الفاتيكان. وترامب: رئيسة وزراء ايطاليا ما بقتش صاحبتي، لقد خدعتني حتى انت يا ميلوني. المستشار الالماني يهاجم نتنياهو بسبب الضفة الغربية، فيرد وزير المالية الاسرائيلي: يجب ان تحني رأسك وتعتذر 1000 مرة، حتى المانيا تشب عن الطوق. نتنياهو: احنا بنحمي العالم واوروبا لم تعد مع الخير، خير ان شاء الله، اوروبا مع الشر. نائب الرئيس الامريكي: المفاوضات لم تفشل ويمكن ان تعود. في كلام فعلي عن العودة المفاوضات خلال ايام، لكن في اوروبا ترامب بيقول مش عايزين تركيا. زعيم الديمقراطيين في الكونجرس الامريكي: عملية الغضب الملحمي تحولت للفشل الملحمي، وايران اصبحت في وضع افضل، وانقلاب جمهوري على ترامب بسبب الحرب. ايران تؤكد ان حصارها شبه مستحيل لانها تمتلك حدود بحرية وبرية واسعة. اهلا بكم في مع معتز.